بعدين المادة، هي المادة، بعدين العدد. المهندس الزراعي محمد ويس محمد، رئيس لجنة الزراعة والري. طبعا بالنسبة لمحافظة الرقة هي مدينة هامة جدا بالنسبة للزراعة، فيها محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير والقطن. طبعا هذه ومحاصيل أخرى. هذه المحاصيل تحتاج إلى مياه، والمصدر الرئيسي من المياه هي سد الفرات. أقاموا مشاريع كبيرة جدا بالنسبة للمشاريع بالنسبة للزراعة، ولكن مع الأسف هذه المشاريع دمرت نتيجة الحرب الدائر خاصة بمحافظة الرقة. كثيرا دمرت البنية التحتية لكافة المشاريع من محطات ومضخات والأقنية الرئيسية. هذا أدى سلبا إلى تأثير سلبا على المشاريع على إنتاج الزراعي. طبعا بجهود المهندسين والفنيين تم تشغيل أكثر من 13 محطة، ووصلت المياه إلى معظم الفلاحين والأراضي بالرقة، حتى وصل إلى الجهة الشرقية لحدود دير الزور. طبعا في بعض المشاكل نعاني منها بسبب تكسير الأقنية وما أقنية والمنظمات. 13 منظمة من نقطة الصفر من الفرات إلى 160 كيلو متر، 13 منظمة. المنظمة كلها دمرت، اسمها تنظم الري يعني. طبعا هي أثرت سلبا كمان على الإنتاج الزراعي. قبل العام 2011 كان أنا كمهندس زراعي باحث في مركز البحوث العلمية الزراعية. كان إنتاج الزراعة، إنتاج الدونم الواحد في محافظة الرقة يعني وصل حتى 600 وأكثر من 600 كيلو جرام بالدونم، نتيجة الأصناف اللي اعتمدناها نحن أنا كباحث. أصناف جيدة جدا. الأصناف هاي كانت مقاومة ملائمة لظروف البيئة المحلية، ومقاومة للأمراض ومقاومة للحشرات. ولكن مع الأسف نتيجة الحروب زرعنا السنة محاصيل. الفلاحين زرعوا الأقماح 300 كيلو جرام بالدونم. طبعا هذا الكمية نعتبرها الإنتاج قليل بسبب عدم وجود أصناف جيدة ومحصنة. ما حصلنا عليه، ما في، فزرعنا أصناف عادية جدا وكان إنتاج يعني مقبول. طبعا وصل الكميات الواردة إلى مراكزنا إلى الآن بحدود 30 ألف طن. طبعا نحاول في هذه السنة أو السنة القادمة، الموسم القادم موسم 2018-2019، نحاول نأمن بذار محصن إن شاء الله، والأسمدة توفر بشكل جيد. نخلص من استغلال التجار الأسمدة والبعض المحاصيل الأخرى. طبعا السماد حاليا متوفر لدينا يوريا عيار 46، سعر الطن الواحد 225 ألف ليرة سوري. طبعا كان سابقا أو إلى الآن حاليا أسعار عند التجار أعلى من هيك بكثير، وصل إلى حتى يمكن على سعر الطن الواحد 275 280 ألف ليرة سوري. طبعا احنا إن شاء الله العام المقبل نحاول نأمن لشعبنا لفلاحيننا بإمكاننا المتواضعة، نوفر لهم إن شاء الله كل شيء بالتعاون مع الفلاحين، مع المجالس الشعب، مع الكومينات. إن شاء الله نأمن كل شيء، يكون شعبنا يعيش بحياة رفاهية. طبعا بعد ما عانى من المآسي والمعاناة، إن شاء الله يكون وضعنا جيد جدا.